الأفراح بيحصل فيها مواقف وطرائف، وخاصة لو كان الفرح ده فيه رقاصة. اللي حصل قلب الفرح كله وسط اندهاش وضحك الجميع، لأنه غريب فعلا ومحدش يتوقع إنه يحصل. بطل الواقعة دي طفل صغير ما يجيبش 5 سنين، بس اللي عمله مع الرقاصة كان غريب وطريف في نفس الوقت. الراقصة فيكتوريا كانت بتحيي حفل زفاف، وكانت زي ما بيقولوا كده مش عليلة الفرح كله برقصها. هي برضه كانت بتدلع برقصها على العريس وبتحاول يخليه يفك ويرقص، ولما العريس حاول يبادلها نفس الأمر مجاملة ليها عشان بترقص في فرحه ويرقص معاها على طول، العروسة اتدخلت وقتها وبعدته عنها بهزار والكل بيضحك. لكن اللي حصل بعد كده كان طريف جدا. فيكتوريا وهي بترقص اتفاجئت بطفل صغير رايح بيجري عليها وهي مش واخدة بالها، وراح قارمها من مكان حساس. الطفل عضها بكل براءة في موقف غريب قوي، وهي لما اتخضت وبصت لقيت ان اللي عمل كده طفل صغير. فضلت تضحك، وفي الوقت ده دخلت واحدة من الفرح وخدت الطفل ده، والكل عمال يضحك من الموقف. رغم ان موقف الطفل كانت لقطة في الفرح لمدة ثواني بس، لكن كانت كفيلة بالانتشار بشكل كبير على السوشيال ميديا، اللي فضلوا يسخروا من الموقف ويعلقوا طبعا بتعليقات الكل عارفها واللي المصريين ما يتوصوش فيها. في اللي علق وقال أحسن أحسن بصوت محمد هنيدي، واللي يقول كل واحد يخلي باله من أشيائه، واللي يقول الطفل كان مفكرها طبق جيلي.